أفضل وسيلة لكسب المعركة في كردفان وفي دارفور هو كسب المجتمعات الموجودة في كردفان والموجودة في دارفور. الكلام اللي قاعد أقوله لك أنا ده أقسم بالله كلام حقيقي، ده يمثل 70% من المعركة. قد يجيني واحد يقول لي طيب يا أخي المتحركات والجيوش والمستنفرين والمقاومة الشعبية واك ديل كلهم هل هم ما ذات أهمية؟ لا، ذات أهمية. أيوة ذات أهمية، ذات أهمية، لكن والله يقسم بالله بنسبة 30% من حسم المعركة. حسم المعركة 70% تكسب المجتمعات الموجودة في كردفان، تكسبهم بدون أن تسيء. عدل من خطابك، عدل من خطابك الإعلامي. طبعا أغلب الشباب اللي بينضموا مع الميليشيا دي بينضموا بدافع انك انت يا اعلامي ويا انت يا ناشط ويا انت يا الزول الما قاري وما فاهم، بتجي تنبذ المجتمعات، بتنبذ المجتمعات الموجوده في كردفان والموجوده في دارفور، وبتسيء للقبائل الموجوده في كردفان والموجوده في دارفور. انت اذا عدلت من خطابك، عدلت من خطابك ده، حببت الناس فيك بدون أن تسيء إلى أي قبيلة من قبائل كردفان، أنت حتحبب فيك الناس، حتحبب فيك أهل المنطقة، يعني عملية تحرير كردفان حتكون لك سهلة جدا جدا. لكن أنت تسيء للقبائل الموجودة، أنت كناشط تطلع في الإعلام القبيلة الفلانية أنتوا جنجويد، القبيلة الفلانية أنتوا جنجويد، أنتوا انضميتوا مع الجنجويد. يا جماعة عدلوا من خطابكم، عدلوا من خطابكم، حببوا الناس فيكم. الناس الناشطين دول يعني اغلب يعني هم عندهم دور كبير جدا جدا في استنفار الشباب في كردفان وفي دارفور وانضمامهم للميليشيا، لانه في ناس كتار جهله بيسيئوا للمكونات الموجوده في دارفور الموجوده في كردفان. حببوا الناس فيكم، حببوا الناس فيكم. وفي بعض من العساكر يقول لك نحن جايينكم، نحن حنسوي اللي عملتوه في الجزيره حنعمله. يا جماعه شوفوا، نحن بيحكمنا دين اسلامي، نحن ناس مسلمين. فيا اخواننا القبائل الموجوده في كردفان دي الان هي تقاتل معك جنبا الى جنب، ولما انت تسيء للقبائل دي، الواحد لما يكون قاعد معاك في فرق من الفرق قوات الشعب المسلح السودانية، بمجرد ما تسيء للقبيلة بتاعته مباشرة حيمشي ينضم مع الميليشيا. والله جد ناس الهجان مريش ديل من وين؟ ما من أهالي كردفان. لو مسكت الدرموت من وين؟ ما المسيرية الآن يقاتلوا معك جنبا إلى جنب. عدل من خطابك، عدلوا من خطابكم، حببوا الناس فيكم. أبعدوا عن خطاب الكراهية، أبعدوا من خطاب الكراهية.